العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. إصابة 32 مواطن بفيروس كورونا اليوم. فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي يقيم أنشطته. أكثر من 200 قتيل جراء هجمات في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع. مقتل 164 شخصا منذ بدء الاضطرابات في كازاخستان. مصرع العشرات بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية في باكستان. أجرى الرئيس إسياس أفورقي مقابلة مساء السبت 8 يناير بمناسبة العام الجديد حول التطورات الإقليمية والأوضاع المحلية. وتطرق الرئيس إسياس أفورقي في المقابلة التي بثت بالفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية للأوضاع في المنطقة، وخاصة لراهن الأوضاع في إثيوبيا والدور الخارجي المعرقل في النزاع الإثيوبي والحظر الجائر المفروض على إريتريا والأوضاع في السودان ومؤشراته المستقبلية والعلاقات الإريترية الصينية وأولويات برامج التنمية والأمن. وقال الرئيس إسياس أفورقي: لقد خلق الأمل في السلام والتعاون على المستوى الإقليمي، ودخلت بذلك إريتريا في علاقة وثيقة مع إثيوبيا، غير أن القوى التي أحبطها هذا التطور الإقليمي دفعت زمرة الويان للدخول في مقامرة عسكرية لتعكير هذا الوضع وإحداث تغيير النظام في إثيوبيا، وخاصة مهاجمة إريتريا. وأوضح أن الخطة كانت تستهدف مهاجمة أكثر من 100 هدف في إريتريا، وقد كانت إريتريا تتابع الوضع عن قرب وقامت بخطوة قانونية للدفاع عن النفس. وذكر أنه بعد فشل المقامرة الأولى والضغوطات الدبلوماسية المكثفة من داعمي وياني والخطوة الأحادية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية لوقف إطلاق النار، أدى لقيام وياني نحو مقامرة ثانية وإحداث تدمير كبير لخوض المعارك في وسط إثيوبيا. وقال في الأساس إن المتضرر من هذه المقامرة كان شعب تيغراي. وقال فخامته فيما يتعلق بالحظر المفروض على إريتريا أنه ليس الحظر الأخير فقط، حتى الحظر المفروض سابقا ليس له أي ثوابت قانونية، وليس أن الأوضاع المحلية ترتبط بالأوضاع العالمية الواسعة، منوها إلى أنه انعكاس لأصحاب المصالح الغربيين الخاصة، ورغم أضرار الحظر المفروض المؤثرة إلا أن الشعب والحكومة الإريترية تتمتع بتجارب ثرة منذ فترة طويلة، لذلك لا يمكن أن يتعرقل بها عن أهدافه، صامدين في أهدافهم مفشلين هذا الحظر كسابقيه. وأوضح فخامة الرئيس إسياس أن الأوضاع الراهنة في السودان هي نتاج المراحل التي مرت بها البلاد، وهي عدة مشاكل معلقة لم تجد الحل الناجع، كما أن التدخلات الخارجية المستقلة للأوضاع السودانية الداخلية ساهمت في تعقيد الأوضاع أكثر، مشددا على أنه يمكن حل الأوضاع العصيبة بفهم ناضج للمواطنين والقوى السياسية السودانية. وأشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي بخصوص العلاقة الإريترية الصينية إلى أنه علاقة أزلية وليست وليدة اليوم، حيث تأسست في ستينيات القرن الماضي، والاتفاقيات الموقعة بين إريتريا والصين تساهم في رفع العلاقات إلى مستوى أعلى، موضحا بأنها تشمل على مجالات اقتصادية وأمنية واسعة. أكد الإريتريون المقيمون في القاهرة المصرية في الاجتماع الذي عقدوه بشعار التعبئة ضرورة مرحلية على تمتين صفوفهم لإنجاح برامج التصدي وإيفاء كل المتطلبات. وأوضح سفير إريتريا فاسيل غبرسلاسي في الاجتماع أن التعبئة ليست جديدة للشعب الإريتري، ويتطلب المشاركة الواعية لجميع المواطنين في برامج التصدي لكونها لمصلحة الشعب والوطن.
وقال إن برنامج التعبئة يشمل المجالات التنموية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية والثقافية. وقدم شرحا موسعا عن تطورات الأوضاع الإقليمية والجوار، ودعا الاجتماع لتقوية الأنشطة الموجهة إلى الشباب. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 32 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 4 من الإصابات في مراكز العزل و28 في مراكز الفحص على النحو التالي: إصابتان في كل من ترافولو، و4 أسمرة وعداق حموس وسنبل وجزباندا وأخرية، وإصابة واحدة في كل من تترات وعد قعداد ووسط المدينة وميجهوت وأبشاول وبراديزو ومهرمجرة وحزحز ودنبي سنبل وججرت. ومصابون قادمون من أم حجر تخومبيا وأوغارو وأغردات وبراديزو وكارن وتورونا. في غضون ذلك شوفي 23 مريض كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8335 شفي، منهم 7961، وتوفي 82 مريضا، فيما لا يزال 292 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 9 من يناير 2022. أفاد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي في التقييم الذي أجراه تنفيذ مهام إيجابية لتنمية القدرات البشرية العام الماضي. وأوضح مسؤول الفرع السيد جرماي جبرو في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي عقد في مدينة مندفر تنفيذ أنشطة التدريب المهني في مختلف المجالات، وتشجيع الطلاب المميزين، وعقد سيمينارات توعية، والقيام بأنشطة نفير تنموي. وأشار إلى تقديم الاتحاد قروض بأكثر من 723 ألف نقفة للشباب المحتاجين العاملين في تربية الدجاج والنحل وتصفيف الشعر والجرافيكس وغيرها من الأعمال لتمكينهم من مواصلة العمل. وذكر تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية بالتعاون مع قسم الثقافة والرياضة للارتقاء بأنشطة الشباب، وشكر مساهمة أصدقاء الشباب لسد نقص المراكز الشبابية في المديريات. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيد إدريس علي في ختام الاجتماع أن تنشئة الشباب بثقافة وقيم مجتمعهم ورفع قدراتهم ومعرفتهم من مسؤولية كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع. نظم مكتب التعليم في مديرية ماي عيني دورة تأهيلية ليومين لتحسين جودة التعليم، وتضمن التأهيل الذي شارك فيه المشرفون التربويون والمدراء وأعضاء مكتب التعليم في المديرية أساليب التدريس ودور رياض الأطفال لكفاءة الأطفال وإدارة الوقت الدراسي وأهمية اللقاءات وعلاقات المعلمين وأولياء الأمور والطلاب ومساعدة الطلاب في الدراسة. وأوضح المشاركون في التأهيل بأنه يساعد في جهودهم لتحسين جودة التعليم. وقال مسؤول التعليم في مديرية مايعاني الأستاذ تعمير فتوي إن على مدراء المدارس خلق بيئة عمل جيدة وبذل الجهد لتحسين جودة التعليم. من جانبه أوضح مدير مديرية مايعاني السيد أحمد عثمان أهمية دور مدراء المدارس لتحقيق كفاءة التعليم، والطلاب داعيين للتعاون مع إدارات الضواحي والسكان. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي قتل 200 شخص على الأقل خلال عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زنفارا في شمال غرب نيجيريا، حسب ما قالت متحدثة باسم الحكومة النيجيرية لوكالة فرانس بريس.
وتشهد مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراضي، ويقوم أفراد من عصابات إجرامية بعمليات قتل ونهب وخطف. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق إنها فاجعة، أكثر من 200 شخص دفنوا بسبب غزو قطاع الطرق. ووصل مئات المسلحين على دراجات نارية وشنوا هجمات على 10 قرى في منطقتي أنكا وبوكويوم، وأطلقوا النار على السكان ونهبوا وأحرقوا منازل حسب ما أكد سكان محليون. ودان الرئيس محمد بخاري السبت الهجمات ووصفها بأنها عمل يائس ارتكبت من قبل قتلة جماعيين يرعبون سكان الشمال الغربي الريفي في نيجيريا. قتل 164 شخصا في الاضطرابات التي شهدتها كازاخستان هذا الأسبوع، 103 منهم قتلوا في الماتي أكبر مدن البلاد حسب ما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن وزارة الصحة. وكان المسؤولون قد أعلنوا في حصيلة سابقة مقتل 26 متظاهرا و16 من عناصر الأمن في التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على رفع أسعار الغاز وتصاعدت بوقوع اشتباكات مع قوات الأمن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الكازاخستانية قولها إن أكثر من 5000 شخص أوقفوا في البلاد بسبب الاضطرابات التي عمت أكبر دولة في آسيا الوسطى خلال الأسبوع الحالي. وأوضحت وزارة الداخلية التي أوردت تصريحها وسائل الإعلام أن 5135 شخصا أوقفوا في إطار 125 تحقيقا مختلفا. توفي ما لا يقل عن 21 شخص بينهم أطفال في باكستان بعدما علقوا في زحمة سير خانقة تسبب بها اندفاع عشرات الآلاف الزوار نحو مدينة شهدت تساقطا كثيفا للثلوج حسب ما أعلنت السلطات. وأكد وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد أن الجيش يعمل على فتح الطرق وإنقاذ آلاف الأشخاص الذين ما زالوا عالقين قرب موري على بعد 70 كيلومترا شمال شرق العاصمة إسلام أباد. وتم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات متوقفة الواحدة ملتصقة بالأخرى وعلى سطوحها كثافة ثلوج لا تقل سمكتها عن متر واحد. وأعلن وزير الإعلام فؤاد الشودهري تسجيل تساقط قياسي للثلوج في الساعات 48 الأخيرة لم تشهدها المنطقة خلال عقود. تمكن التلسكوب الفضائي جيمس ويب من إنجاز المرحلة الأخيرة من عملية نشر كل أجزائه بنجاح، وتمثلت في نصب مرآته الرئيسية، وبات بذلك في وضعيته النهائية التي تتيح له البدء باكتشافاته الكونية بعد نحو 5 أشهر ونصف شهر. ويبلغ قطر المرآة الرئيسية حوالي 6.5 أمتار مما أوجب طي جانبيها نحو الخلف. وفتح أول هذين الجناحين ثم أمضت فرق الوكالة ساعات عدة في تثبيتها في مكانها من أجل تأمينها بصورة دائمة. ولم يسبق أن أجريت في الماضي أي محاولات مماثلة لفتح أجزاء جسم بهذا الحجم في الفضاء، وهي عملية محفوفة بالمخاطر، ولم يقتصر الأمر على مد مراياه بل نشرت كذلك درعها الحرارية في وقت سابق من هذا الأسبوع. ختام النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. الرئيس سياسة فورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. إصابة 32 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي يقيم أنشطته. أكثر من 200 قتيل جراء هجمات في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع.
مقتل 164 شخص منذ بدء الاضطرابات في كازاخستان. مصرع العشرات بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية في باكستان. ختام النشرة الإخبارية كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.